هل قابلت قبل كده شخص مهما حصل مستحيل يقول أنا غلطت، حتى لو الغلط واضح يبرر أو يقلب الموضوع عليك، وفي الآخر تلاقي نفسك أنت بتراجع نفسك وبتسأل هو أنا فعلا غلطت أو فهمت غلط؟ السؤال هنا ليه في ناس الاعتذار بالنسبة لهم صعب بالشكل ده؟ الإجابة إن الاعتذار بالنسبة لبعض الناس مش مجرد كلمة آسف، لكنه اعتراف إنهم غلطانين. وفي ناس بتشوف إن الغلط معناه إن قيمتهم قلت أو إن صورتهم قدام الناس اتكسرت، علشان كده بيدافعوا على نفسهم بأي طريقة، يبرروا أو ينكروا أو يلوموا غيرهم. وفي ناس اتربت من وهي صغيرة على فكرة إن الاعتذار ضعف، وإن الشخص القوي هو مش بيتراجع عن كلامه، فكبر وهو مقتنع إن التمسك بموقفه أهم من إصلاح العلاقة. لكن خليني أوضح نقطة مهمة، مش كل شخص مش بيعتذر يبقى شخص سيء أو نرجسي. أحيانا بيكون شخص ما تعلمش يتحمل مسؤولية أخطائه أو بيخاف يواجه نفسه. لكن المشكلة الحقيقية لما ده يبقى أسلوب دايم وكل مرة يجرحك يرفض يعترف بأي مسؤولية. طب إزاي نتعامل مع الشخص ده؟ أول حاجة بلاش تدخل بهدف إنك تجبره يعترف إنه غلط، لأن بعض الناس مش بيدوروا على الحقيقة، هما بيدوروا على إنهم ما يحسوش إنهم غلطانين. تاني حاجة اتكلم عن تأثير الموقف عليك مش عن شخصيته هو. بدل ما تقول أنت عمرك ما بتعتذر، قول لما حصل الموقف ده أنا اتضايقت وحسيت إن مشاعري مش متقدرة. ولو لقيت إن كل مرة مشاعرك بتتقلل منها أو بيتقالك إنك حساس زيادة أو فاهم غلط، اسأل نفسك هل دي علاقة فيها اختلاف طبيعي ولا علاقة الطرف التاني فيها رافض يسمعك من الأساس؟ فالخلاصة مش كل الناس هتعترف بغلطها، وده شيء خارج إرادتك، لكن اللي في إيدك هو إنك ما تفضلش مستني اعتذار علشان تحس إن وجعك حقيقي. الشخص الناضج مش هو اللي عمره ما يغلط، لكن يقدر يقول أنا غلطت، أنا آسف وهحاول أصلحها. ولو الشخص اللي قدامك رافض يعمل ده باستمرار، فمش مهمتك ان انت تغيره، مهمتك تحافظ على سلامك النفسي وتحط حدود تحميك. افتكر دايما الاعتذار دليل نضج، اما الهروب الدايم من المسؤولية فبيأذي اي علاقة مهما كانت قوية. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا اشتراك، ولو استفدت منه شاركوه مع اصحابكم. سلام.